في كلام ان في مشروع جديد بيدخل الجولدن سكوير وخاطف الانظار من اسماء تقيله حواليه. انت هنا مش بتتكلم عن مشروع داخل منطقة عادية، انت بتتكلم عن مطور في كوميونيتيز، اسم جديد نسبيا لكن داخل الارض دي بشكل خلى السوق كله يبص ناحيته. الناس مهتمة بيه لان المطور داخل في حتة صعبة اصلا، ودي لوحدها بتقول انه داخل يلعب وسط الكبار مش بعيد عنهم. يعني مين هو المطور وايه حجمه؟ في كوميونيتيز مطور جديد على السوق من ناحية الاسم، لكن اللي مدي الناس اهتمام حقيقي بيه هو ان في كلام كتير حوالين ارتباطه بجهات قوية، في كلام عن ارتباطه بصندوق مصر السيادي، وكمان دخوله في الجولدن سكوير نفسها، ودي منطقة مش أي حد يقدر ينزل فيها بمشروع سواء كوميرشال أو ريزيدنشال إلا لو عنده ظهر قوي وخطة واضحة. طيب فين الفرصه الحاليه دلوقتي وايه اللي بيميز المشروع؟ الفرصة هنا في 3 حاجات واضحين جدا: اللوكيشن والسعر وكمان الاستلام القريب. يعني مثلا هتقدر تستلم فيلتك في خلال 2.5 سنين والشقق في خلال 3 سنين. والأهم من كل ده وجود شغل على الأرض. المشروع نازل في حتة قوية جدا، سور في سور مع الباتيو اورو وبالم هيلز، وعلى الدائري الاوسطي دايركت. طب والار او اي عامل ايه يا رفعت؟ الار او اي هنا قائم على انك داخل بدري في منطقه اسعارها اصلا عاليه وحواليك مشاريع ويل استابلشد، فلو انت دخلت في مرحله بدري وبسعر لونش طبيعي هتبقى عندك مساحه كويسه جدا للمكسب والكابيتال ابريشيشن مع الوقت، خصوصا ان المنتج نفسه ميكس ديوز وده مطلوب جدا في المنطقه دي. طب والاسعار يا رفعت والبيمنت بلان؟ اسعار المتر منافسه جدا، تبدا من 65,000 للمتر، وطبعا عندك شقق من اول ال1 بيدروم لغايه ال4 بيدرومز، وفي تايب قوي جدا نازل لاول مره لوفت بدبل هايت سيلينج بيبدا من 170 متر. الفيلات سعرها يبدا من 24 مليون، وطبعا المقدم يبدا من 10% ومعاك تقسيط لغايه 9 سنين. فلو انت بتبص الفتره دي على فرصه جديده في الجولدن سكوير واللي يهمك فعلا هو المكان والسعر وتوقيت الدخول، المشروع ده يستاهل يتحط في المقارنة بجد. تقدر تتواصل معايا علشان تلحق وتحط معايا الاي او اي وندخل التسكين ونوفر لك افضل وحدة تناسبك.